سعيد فرج رئيس الأكاديمية. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور خالد السيري محافظ الإسكندرية، سعادة اللواء مكان الحرب محمد سلمان الصندوق قائد المنطقة الشمالية العسكرية، سعادة اللواء البحري مكان الحرب أشرف عبد المنعم نائبا عن قائد القوات البحرية، سعادة المهندس أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، سعادة اللواء البحري مكان الحرب طارق بن المتعال رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أستاذ الدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور أيمن رجب عميد كلية الدراسات العليا في الإدارة، أصحاب السعادة، السفراء أعضاء السلك الدبلوماسي، dear members of diplomatic corps، السيدات والسادة، زملاء أعضاء هيئة التدريس، زملائي العاملين بالأكاديمية، إخواتي أعزائي، بناتي، أبنائي، الخريجات والخريجين، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أتقدم بالأصالة عن نفسي بالنيابة عن أسرة الأكاديمية بخالص التهنئة لأبنائي بناتي الخريجات والخريجين، نشرف اليوم بمشاركتهم جميعا هذا الحفل الذي نحتفل فيه سويا بكوكبة جديدة من خريجينا ثابروا واجتهدوا وحصلوا العلم، تستحقوا أن يسعدوا اليوم بجنب ثمار جهدهم واجتهادهم، وأن يقفوا على منصة التتويج ليبدأوا حقبة جديدة من حياتهم العملية، ليكونوا نجوما ساطعة في مجالات الإدارة في مؤسسات وطننا، في مؤسسات مصر ووطننا العربي، يكونوا عونا في سعي أمتنا للتقدم والرقي. لهم منا جميعا التهنئة من خالص القلب، ولهم التمنيات والدعوات بدوام التوفيق والتقدم والرقي. إن هذا النجاح والفخر والسعادة هي نتاج جهد الخريجين، ولكنها في الحقيقة هي أيضا جهد من تحملوا العبء الأكبر، إنه دعم الآباء، دعم الأمهات، الأزواج، الزوجات، وأكيد الأبناء اللي أكيد برضه تحملوا جزء كبير من هذا المجهود المضني. حقيقي يعني ورا كل خريج في الكوكبة المتميزة الموجودة قدامي أكيد في أسرة عظيمة ضحت، بذلت، لم تبخل، ادت كل ما يحتاجه كل خريج. النهارده حقيقي أصحاب الفرح الكبير اللي يستحقوا التهنئة مننا كل جميعا هم الحضور الكريم، الأسر، الآباء والأمهات. أنا بطلب من الخريجين والخريجات كلنا جميعا نقف ونقدم تحية لهؤلاء أصحاب الفضل علينا جميعا، فعلا مشكور جميعا. شكرا جزيلا. حقكم على فكره اكبر من كده بكتير، تستحقوا كل التقدير وكل الاحترام. بنحتفل اليوم بتكريم 202 خريج من الدول العربيه، من مصر دوله المقر، مصر الحاضنه للاكاديميه، مصر التي لم تبخل على الاكاديميه بشيء. نحتفل بخريجين من مصر، ليبيا، سوريا والبحرين، حصلوا على شهاداتهم في درجات الدكتوراه المهنيه وماجستير في اداره الاعمال والاداره العامه، وهم من اليوم اهل لان يحملوا رايه الاكاديميه ورسالتها، اثراء للفكر
وتعزيز فهم المعارف والعلوم وتطبيقها عمليا بما يبقي رأس المال البشري لمؤسساتنا ومجتمعاتنا، ويدعم سعيها الدؤوب إلى المزيد من النهوض والرقي على المستوى المحلي ووطننا مصر دولة المقر، وعلى المستوى الإقليمي وطننا الأكبر وطننا العربي. وإنني على ثقة ويقين بأنهم سيمثلوا الأكاديمية خير تمثيل ويكونوا لنا خير سفراء. لقد كانت الأكاديمية منذ نشأتها وعلى مدى عقود من الزمان نبراسا للعلم التقى فيه أساتذة الأجيال بأجيال متواترة من خريجينا وفاضوا بعلمهم الغزير وخبراتهم المتراكمة على هذه الأجيال المتعاقبة من خريجينا، فأخرجوا قادة أصل مؤسساتنا ومجتمعاتنا وعقول واعية وأذهان متفقدة وبصائر ثاقبة. لما بنقول فعلا خريجين الأكاديمية أعضاء هيئة التدريس الأكاديمية هم دول رأس مال الأكاديمية، دول أعضاء التدريس كوكبة الموجودة في المقاطعة بنصر، هم دول فعلا خلطة التقييم. دول كل شغل كل تقييم. طبعا لما بقول إن فعلا هم نماذج متميزة وفعلا في أجيال كتيرة من الأكاديمية وفي أعضاء هيئة التدريس الأكاديمية النهارده في مناصب قيادية عليا في جمهورية مصر العربية، بتمنى لهم كل التوفيق، منهم طبعا معالي الوزير الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، منهم معالي الاستاذ الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بتمنى له التوفيق ان شاء الله. كان نائب رئيس الأكاديمية دراسة عليا وكان عميد كلية دراسة عليا في الإدارة. فالإدارة يا جماعة شيء مهم جدا. الدكتور خالد طبعا استاذ الاقتصاد، الدكتور اسماعيل عميد كليه الصالح في الاداره، ده يؤكد فعلا مدى قوه الذخيره اللي بتتمتع بها الاكاديميه. وانا متاكد ان الاجيال اللي بتتخرج كوكبه متميزه اللي دول منها النهارده بيتخرجوا، اتصور فعلا ان هم لما ياخدوا المسؤوليه هيكونوا قادرين على احداث التغيير اللي احنا بننشده في مصر وفي الامه العربيه. ليهم مني كل التحيه وكل التقدير. الاكاديميه فعلا سطح علم متميز. النهارده الاكاديميه بتقفز وثبات كبيره جدا في ترتيب العالمي للجامعات وهنستمر. والاكاديميه كلنا اسكندريه شفنا الزياره اللي قام بيها سكرتير عام المنظمه البحريه الدوليه، اكبر شخصيه بحريه على مستوى العالم، رئيس IMO في لندن، جه زار الاكاديميه وسجل على موقعه كلمات نحب لنا بها كاكاديميه ان نفخر بها ونعتز بها. والنهارده فعلا لو شفنا مكتوب على المواقع الاخباريه ان الاكاديميه اتس وورلد كلاس انستتيوشن، فعلا هي كده. وانا بوعدكم ان شاء الله انها تستمر وهتكون فعلا مش فقط على المستوى المحلي في مصر ولا المستوى الاقليمي، لا هتكون فعلا بحق وورلد كلاس يونيفرستي قريب جدا ان شاء الله. طبعا كل ده لابد وراه دعم كبير جدا، دعم من القياده السياسيه من كل الوزارات المعنيه في جمهوريه مصر العربيه، وطبعا من معالي محافظه الاسكندريه، المحافظه الجميله، المحافظه عاصمه الحضاره والثقافه والعلوم والفنون الاسكندريه، محافظه الاسكندريه اللي بنتمنى لمعالي محافظه اسكندريه الاستاذ هاني البسيري كل التوفيق في قياده مستقبل اسكندريه في المستقبل ان شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق وبنأمين على تولي المسؤوليه وبندعيكم بالتوفيق ونقول له ربنا يعينك وكلنا معاك ووراك وباذن الله كل التوفيق ان شاء الله. طبعا حاله يعني احنا كلنا بندعي مصر دلوقتي على اعتاب المؤتمر الاقتصادي، وانا اعتقد ان احنا كلنا بنأمل الخير لمصر في المستقبل ان شاء الله، وكلنا باذن الله تعالى يعني نأمل ان مصر تنعم بالامن والامان اللي هو هيكون مفتاح التحول الاقتصادي ان شاء الله. الامن والامان طبعا عمره ما يتحقق من غير طبعا جهاز شرطه قوي ناجح بنقدر وزير الداخليه الجديد بكل التوفيق ان شاء الله، وقواتنا المسلحه اللي كلنا فخر بيه فعلا رجال البواسل. طبعا يعني تشريف سعاده اللواء اركان حرب اخ العزيز محمد سلمان زمطوط
قائد المنطقه العسكريه تشريفه لينا النهارده حقيقي ده يعني شرف كده كده يعني زي ما شايفين ساعات اللي هو محمد رغم كل المسؤوليات والمهام لكن برضه يعني اصر انه يكون معانا النهارده واشكر سيادته. وطبعا كلنا مقدرين التزامات معالي قائد القوات البحريه معالي الفريق اسامه الجندي اللي بشكره فعلا على دعمه الدائم للاكاديميه وننال عنه الاخ العزيز اشرف عبد المنعم يكون معانا النهارده له منا جميعا كل الشكر وكل التقدير. الأكاديمية فعلا لولا الدعم اللي ما نساهوش أبدا من وزارة النقل المصرية ومعالي الوزير هاني ضاحي دعم الأكاديمية معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية. يوم الخميس اللي فات احتفلنا بحفل نفس الكلية بس في القاهرة، الفرع اللي موجود في القاهرة اللي كان بيشرفنا الأمين العام لجامعة الدول العربية. عشان تعرفوا مدى حرص الأمين العام ودعم الأكاديمية كان خارج البلاد. توجه من مطار القاهرة مباشرة لمقر الاحتفال وده كله فعلا يدل فعلا على دعم أصيل للأكاديمية وتقدير للأكاديمية في مسيرتها إن شاء الله. المعالي الأمين العام كل دعوات التوفيق في قيادة مسيرة العمل العربي المشترك في الظروف الصعبة اللي بنمر بها جميعا له مني كل التحية وكل التقدير. أنا مش عايز أطيل أكتر من كده لكن أنا حقيقي فخور جدا بالخريجات والخريجين. أنا عارف منهم كثيرين شايف عيونهم كلها يعني بتلمع بذكاء واصرار وبتحدي وبثقه في الذات، ثقه فيما تعلموه، ثقه في اساتذتهم، ثقه في اكاديميتهم، ثقه في المستقبل. بتمنى لهم كل التوفيق ومره ثاني من كل قلبي بهني كل اب، كل ام، كل زوج، كل زوجه، كل اللي شرفونا النهارده كل التحيه وكل التقدير. والسلام عليكم ورحمه الله. طبعا بالتاكيد يعني في المناسبه دي يهمنا طبعا ويسعدني شخصيا ان سياده اللواء محمد الزمرود يعني يشرفنا على الاستاد هنا على البوديوم يقول لنا كلمه كده نسعد بيه ونشكر عليه. اتفضل اتفضل سيادة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أوتيت من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. السيد اللواء اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، السيد الدكتور هاني المسيري محافظ اسكندرية، السادة الفاضل من مصر الكريمة، السادة أعضاء هيئة التدريس، السادة الآباء والأبناء والأمهات والأزواج والزوجات، الخريجين الكرام، وكما هذا الحفل حاصلين على درجة الدكتوراه. في البداية أنقل لحضراتكم تحيات السيد القائد العام للقوات المسلحة السيد الفريق الأول صديق صبحي للتوجيهات الدائمة لينا وحرصه على أن احنا دايما نشارك في أي بحث علمي، نشارك المجتمع المدني في أي عمل، لأن احنا نكون أهلنا والعلم مش هنتقدم لا للقوات المسلحه ولا مصر، لكن لازم العلم والعلماء وناخد احد من اسباب العلم عشان نرتقي ان شاء الله ومصر بلدنا الى اعلى باذن الله بدول المنطقه. طبعا البرنامج ما فيش فيه طبعا كلمه السيد فاضل في المنطقه، لكن انا سيد راس اسماعيل طبعا الاستاذ فاضل وعزيز وكريم علينا، وهو يعني سبب من اسباب فعلا نجاح الاكاديميه في قاده فاضل نظام قبل منه، لكن هو احد افراد المؤسسه العسكريه تولى القياده في ظروف صعبه، والحمد لله احنا كل يوم بنسعد بالخريجين الكرام اللي بينضموا منظومه العمل في البلد ان احنا مش هنرتقي الا بالعلم. المناسبه اللي احنا حاضرينها دي مناسبه الاداره، كلنا نتمنى ان كل الناس تبقى ناجحه في الاداره. يمكن احنا ما خدناش الدكتوراه في الاداره، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى بالعمل بالمجهود والتنظيم والانضباط اللي وجدنا عليه المؤسسه اللي احنا بنشتغل فيها تعلمناها كتير كتير. ويمكن نجاحنا احنا نجاحنا في الاداره اساس العمل، فان شاء الله بالاضافه الاخوه الافاضل اللي حصلوا على العلم بدرجه الدكتوراه اضافه جديده في العمل. الدكتور لازم يبقى عنده اداره،
مهندس اداره. في الاخر احنا عايزين اداره فعلا، لان كل مشكلتنا احنا في البلاد دايما الناس تقول لك ايه؟ احنا عايزين اداره ناجحه. واحنا فعلا كنا مهمين موضوع الاداره ده والصف الثاني والقياده والقيادات، لكن الحمد لله الاكاديميه بالساده الافاضل في الجامعات الاخرى ان شاء الله باذن الله نرتقي بالمستوى الاداره في جميع المجالات المصريه العزيزه ان شاء الله. انا طبعا فخور بالاخت الفاضله اللي فعلا كانت الاولى على الاكاديميه، ودي اكيد انها مع خط باذن الله ربنا كده وفقها، ودي عنوان مشاركه في الاكاديميه فعلا الاكاديميه البحريه، وحاجه تشرف فعلا كل مصري ان في فعلا شباب بهذا العلم وهذه الثقه الغاليه اللي بتتكلم فعلا بقلبها بتوجه الكلام كله. ونتمنى ان شاء الله الكلام اللي يتحول الى باذن الله الى عمل، وان شاء الله يكون اضافه لبلدنا العظيمه. وانا مش هطيل على حضراتكم، لكن انا فعلا دايما القوات المسلحه نجاحها في الاداره. احنا بدون العلم، احنا بنقول يا نبني ولا نحمل السلاح، مش هنحمل السلاح الا بالعلم، مش هنبني الا بالعلم، مش هننجح في الاداره ناجحه. وانا في النهايه بشكر سياده اللواء اسماعيل وبشكر الساده اعضاء التدريس الاكاديميه على التعاون الصادق مع القوات المسلحه في جميع المجالات، ودايما في التعاون للتقدم للاعلى. وانا استاذن حضراتكم في نهايه حديثنا بس حتى لا ننسى شهدائنا الابرار، ان نستاذن سياده اللواء اسماعيل ان احنا نقف دقيقه كده نقرا الفاتحه على شهدائنا اللي هم بيهم دمهم اللي روض البلد. احنا فعلا بنحافظ على اطراف بلدنا وبامننا واماننا بيهم زي ما كمان. نهاية بشكركم جميعا واتمنى لكم التوفيق واتمنى لكم التجديد ان شاء الله يضافوا الى العمل باذن الله ويبقوا اضافه للمصريه العزيزه، وان شاء الله دايما نكون دايما مع بعض تحت مصر، بيكوا انتم واهلنا في كل مكان، ونرتقي ببلادنا الى مصاف البلاد المتقدمه ان شاء الله. شكرا لكم. واللقاء الآن مع السيد المهندس أحمد الوكيل رئيس اتحاد القرى التجارية المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، ولأماكننا الحمد لله أساتذة هذا الصرح العظيم، السيدات والسادة، طالبي العلم، شباب هذا الوطن، مساء الخير. سعادة بالغة أن أكون وسط هذا الجمع المتميز من أهل وطن مصر والوطن العربي بمناسبة تؤكد بداية خير بناء دولة عصرية حديثة إن شاء الله. دولة غاب عنها العلم طول 63 سنة. دولة فقدت التسعيد بالعلم لكي تتقدم. غاب عنا خريج جامعة فؤاد وفاروق وما يملكه من علم وثقافة. اليوم سعادة بالغة وأنا أرى هذا الشباب العظيم وهو يحصل على درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير، وأنا أعلم أن جزء منهم كبير يعملون في مجال النمو والتنمية لهذا البلد. لابد علينا أيضا أن أحيي هذا السبق العلمي الأكاديمية وأيضا جامعة الإسكندرية لما لقينا منه من تعاون بسيط خلال الفترة الماضية مع اتحاد الغرف
الجمهورية المصرية الذي يضم 4,200,000 متسم من صانع وتاجر ومؤدب. لم نتقدم إلا بمثل العمل بالعلم والعلم بالعمل. تمنياتي أيها الشباب دائما بالتوفيق، وأرجو أن الفترة القادمة إن شاء الله ألا تبعدوا عن الأكاديمية حتى يستفيد منها أو تستفيدوا أيضا منها لصالح وطن مصر الحبيبة، مصر الحديثة. واشكركم وإن شاء الله أمسية جميلة، والسلام عليكم. وحان اللقاء الأول مع معالي محافظة الإسكندرية، مع معالي هاني الوزيري محافظة الإسكندرية. بسم الله الرحمن الرحيم. Values, success, time, pride, thank you, never quit. أنا ما كنتش جاهز حضراتكم بكلمة، بس هعلق على بعض التطبيقات الكلام اللي أنا سمعته النهارده. أولاً أشكركم لدعوتي. دي عشان تكونوا عارفين من أفضل وأحب المناسبات لقلبي اللي هي مناسبات النجاح. أنا ما جهزتش الكلام، فهركز على معظم الكلام اللي أنا سمعته النهارده، وأحب أبتدي أولاً أقول إن صدفة عجيبة إن أنا من 35 سنة كنت قاعد بسمع عماد عبد الوهاب برضه. النهارده سمعت مع بعض زملاء في المدرسه. خلينا ابتدي واقول اولا ان دي اول مره من 35 سنه في اسكندريه احضر احتفال نجاح. ثانيا spread values، نشر القيم. ده واجب وطني حق مصر علينا. احنا نرجع شويه من الخدمات. ثانيا او ثالثا سكسس، النجاح. الاجانب علمونا ان سكسس means success، النجاح يولد النجاح. ما اعتقدش ان اي كلمه تعلو فوق النجاح. رابعا الوقت. طبعا ما حدش اخطا لما قال الوقت كان سيف، واحنا في سباق مع الزمن حقيقي. دايما افتكروا هذا الكلام، الوقت مهم جدا. اللي يعرفني كويس هيشوف عندي ساعه العيار بتاعتها كلها ناو 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 ناو، الان الان الان. مفيش وقت حضرتك، احنا متاخرين جدا، لازم نلحق بسرعه وناخد خطوات وقفزات عشان نلحق الركب العالمي قبل ما نصنف في العالم الرابع زي ما بيقال يعني. وما ننساش طبعا زي الدكتور شيرين قال النهارده الحاضر present هديه. خامسا برايد، الفخر. شيء مستحق، وأدعو كل طالب أن يفخر بنفسه أولا، ثم يفخر بالأهل، وبالطبع الأهل بالأبناء. وشخصيا فخور بكم جدا. سادسا الشكر، أولا للأهل وليكم للنجاحات. شيء بسيط دايما أحب أقول، أنا لو كنت ضابط في القوات المسلحة كنت ضابط العظيم سلام، لكن كل أقدر أقول إن أنا هقف احتراما ليكم جميعا. سابعا never quit، أو بالعربي لا تراجع ولا استسلام. وده سر النجاح اللي احنا قلناه في أول خطوة، وهو ده سر وجودي هنا الآن، لا تراجع ولا استسلام. ثامنا الأكاديمية، طبعا الصرح يفتخر بيه تماما، واحمد الله انها طبعا في الاسكندريه احب المدن الى قلبي. اخيرا حاجه بسيطه اسيبكم بيها، اخرجوا للحياه
دول الحقيقه ما تشتغلوش بس، اشتغلوا وعملوا في العمل العام ايضا. انتوا لازم تكونوا قاطره للنجاح. بلد محتاجه ان كل واحد فينا ياخد بايد 4 أو 5 تانيين ويساعدهم. ال5 دول يعملوا 10 وال10 يعملوا 20 لغايه ما كلنا نبقى دايما في نجاح مسؤولين. اشكركم مره ثانيه واقول لكم اخيرا تحيا مصر. والآن يتفضل سعادة الأستاذ الدكتور رئيس الأكاديمية بإهداء الأكاديمية لمعالي الأستاذ هاني المسيري محافظ الإسكندرية. فوتو إلى سعادة اللواء الدكتور محمد سلمان الدغنوط قائد المنطقة العسكرية الشمالية. فوتو